تضافرت جهود عناصر الجيش الوطني الشعبي ومصالح الدرك الوطني والحماية المدنية لفك العزلة على القرى والمداشر وفتح المحاور الرئيسية لضمان الحد الأدنى من النقل عبر الولايات، مما سمح بعودة تدريجية إلى أغلب الطرق التي شلت بفعل الاضطرابات الجوية وتساقط الثلوج، وهو الأمر الذي استحسنه المواطنون. الطرق مفتوحه، النقل متوفر والحمد لله. دراري القرايه يقراوا والخدامين يخدموا، لازم نوصلوا الخدامين ونوصلوا دراري القرايه. وفي هذا الصدد تواصل مفارز من الجيش الوطني الشعبي تدخلاتها بالعديد من المناطق التي غمرتها الثلوج على غرار ولاية زوزو والقرى المجاورة لها، حيث تمكن أفراد الجيش الوطني الشعبي من فتح عدة طرقات ومساعدة العالقين. التدخل تاعنا مركز على المحور هذا، محور يعني حيوي، محور طريق الولائي رقم 137 ألف الرابط بين بلدية تكسانة وبلدية سلمى. يعني هذا المحور عاطي له أهمية كبيرة، يعني لتواجد يعني كثافة سكانية كبيرة. كما تمكنت بقسنطينة مفارز أخرى من فك العزلة وتقديم العون والمساعدة للقاطنين بمشاتي وقرى الكفلكحل، وتم إزالة الثلوج بالمسالك والطرق المؤدية إلى هذه المداشر. نفس التدخل عرفته كل من قرى ومداشر ولايات سطيف البويرة وعنابة. وبولاية جيجل استدعى تساقط الثلوج تفعيل مخطط استثنائي تجندت بموجبه جميع الهيئات والمؤسسات لفك العزلة وفتح المسالك والطرقات. هذا